النهارده الاهلي هيلعب مع سيراميكا كليوباترا، واحنا تقريبا حسمنا الدوري من فتره. اللي مش شايف ترتيب فرق الدوري ومش فاكر ان احنا حسمنا الدوري وعينه وجعاه يحط لها قط. تعالى معايا بقى اقول لك التشكيله. بس النهارده مش هقول لك التشكيله اللي انا عايزها تلعب، ده انا هقول لك تشكيله كولر المتوقعه بنسبه 90%. كل مره وانا بحس التشكيله بحس ان انا في نفسي كده ديشا بيب جوارديولا حفيد انشيلوتي مثلا. النهارده بقى هتقمص لك شخصيه ديشا مارسيال كولر الشهير بالحاج كوكو. حراسه المرمى طبعا محمد الشناوي. باك يمين هيبقى الكابتن خالد عبد الفتاح، لانه بقى له فتره بيلعب باك مرتاح، طلع بره التشكيله الماتش اللي فاتت بسبب الطرد اللي كان واخده في ماتش بيراميدز. النهارده عادي الكابتن خالد مفتاح هيلعب بباك شمال افضل بديل لمعلول من بعد اصابته، وهو الكابتن كريم فؤاد، لان كولر في الحته ديت بعد ما معلول اتصاب مركز عليه ومعتمد عليه كل الاعتماد. السرد باكين اللي هيلعبوا محمد عبد المنعم ورامي ربيعه. خط الوسط على طول احنا كلنا عارفينه، لان دي الحاجه الوحيده الثابته في النادي الاهلي، اكرم توفيق، مروان عطيه، الكابتن امام عاشور. تعال بقى نروح للخط الهجومي، والخط الهجومي طول ما فيه وسام انا تمام. هيلعب جناح يمين حسين الشحات، جناح شمال رضا سليم، هيلعب مهاجم صريح الكابتن اسامه ابو علي. بالمناسبه بس كده اسامه ابو علي لعب 15 ماتش في الدوري وجايب 12 جون. هداف الدوري فاستون مايلي جايب 14 جون وهو لعب 28 مباراه. يعني اسامه ابو علي معدل التهديف بتاعه في كل ماتش جون وربع، يعني جون وطرطوفه كده، انما فاستون مايلي كل ماتشين هو جون واحد. الماتش النهارده من اهم الماتشات اللي الاهلي هيلعبها في الدوري لسبب، لان الاهلي لو كسب الماتش ده والثلاث ماتشات اللي بعده هيبقى خلاص حسم الدوري رسميا. اما عن بيراميدز ونادي الزمالك فدي فرق ميته اكلينيكيا.